السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الإعدادي، النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض حل تدريبات الدرس الثاني اللي بعنوان الحملة الفرنسية. هنحل مع بعض النهاردة أسئلة للتمييز وامتحان على الدرس اللي بعنوان الحملة الفرنسية، طبعا تالتة إعدادي ترم أول 2024. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، واللي ما شافش الدرس الأول تاريخ موجود على القناة حل تدريباته كاملة، وكمان اول درس جغرافيا نزل، وكل حاجه هتلاقوها في القناه ان شاء الله. واللي عنده اي استفسار يكتب لي في التعليقات. دلوقتي هنبدا. بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه مما بين قوسين. اطلع المصريون على بعض ملامح الحياه الديمقراطيه في اوروبا من خلال مشاركتهم في المجمع العلمي، ولا تاليف كتاب وصف مصر، ولا الدواوين، ولا مقاومه الحمله؟ طبعا من خلال مشاركتهم في الدواوين، لان احنا عارفين ان انشأ نابليون بونابرت الديوان العام ودواوين الاقاليم وديوان القاهرة. طب بهدف ايه؟ بهدف تدريب الاعيان والعلماء المصريين على نظام مجلة الشورى من حيث الاستشارة وتلقي الاراء فيما يعود على الاهالي بالنفع العام. فدي بعض ملامح ايه الحياة الديمقراطية في اوروبا. تمام. اتنين، بيقول لي حدث فراغ سياسي في حكم مصر بعد معركة شبرا خيت، ولا بقير البحرية، ولا بقير البحرية، ولا امبابة؟ طبعا هي امبابة، لان احنا عارفين ان من نتائج معركة امبابة ان فر كل من طبعا من مراد بيك الى الصعيد، وهرب ابراهيم بيك ومعه الوالي العثماني الى الشام. واحنا عرفنا ان احنا نفتكرها ازاي. مراد فر الى الصعيد، مراد اخره دال والصعيد اخرها دال، وابراهيم بيك ومعه الوالي العثماني الى الشام. ابراهيم اخره ميم والشام اخرها ميم. تمام. فبالتالي حدث فراغ سياسي. تلاتة، بيقول لي ربط الوالي العثماني مصيره بمصير المماليك بعد معركة أبو قير البرية، ولا امبابة، ولا شبرخيت، ولا بقير البحرية؟ طبعا امبابة. ليه؟ لأن احنا لسه قايلين إن هرب إبراهيم بيك ومعه الوالي العثماني إلى الشام، فبالتالي هو كده ربط مصيره بمصير المماليك لأنه هرب معاه. أربعة، بيقول لي تخلي نابليون عن تعهداته مع علماء الأزهر بعد دخوله للقاهرة كان سبب في ثورة القاهرة الأولى، ولا مقاومة أهالي الصعيد، ولا ثورة القاهرة الثانية، ولا تحالف المماليك مع العثمانيين؟ طبعا هي ثورة القاهرة الأولى، لأن احنا عارفين إن أول ما دخل نابليون القاهرة آمن العلماء والمشايخ في الجامع الأزهر على أرواحهم وأموالهم. بس بعد كده تخلى نابليون عن تعهداته وعمل ايه؟ طبعا لانه دخل الجنود الفرنسيين الجامع الازهر بخيولهم، مما اثار الشعور الديني لدى المصريين، وبالتالي قامت ثوره القاهره الاولى. يبقى تخلي نابليون عن تعهداته مع علماء الازهر بعد دخول القاهره ادى الى قيام ثوره القاهره الاولى. ان احنا عارفين من اسباب ثوره القاهره الاولى ايه؟ دخول الجنود الفرنسيون الجامع الازهر بخيولهم، مما اثار الشعور الديني لدى المصريين. تمام. خمسة، بيقول لي التقط القوات الفرنسيه مع العثمانيين للمره الثالثه بعد فشل اتفاقية العريش، ولا أثناء حصار عكا، ولا في موقعة أبو قير البحرية، ولا موقعة أبو قير البرية؟ طبعا بعد فشل اتفاقية العريش. تمام. لأن احنا عارفين طبعا إن رفضت الحكومة البريطانية اتفاق اللي هو اتفاقية العريش، وطلبت استسلام الجيش الفرنسي كأسرى حرب. فرفض كليبر طلب بإنجلترا وهاجم القوات العثمانية وأعادها متقهقرة إلى الشام مرة أخرى. تمام. طيب بعد كده بيقول لي اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. واحد، استقرت أوضاع الحملة الفرنسية بمصر بعد دخول نابليون القاهرة؟ طبعا لم تستقر. طب ليه؟ لأن طبعا لم تستقر لأن بعدها حصلت موقعة أبو قير البحرية، اللي من نتائجها محاصرة الأسطول الإنجليزي لشواطئ مصر الشمالية، فأدت إلى القضاء على آمال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط، وحرمان الحملة في مصر من امدادات فرنسا لها، وشعور الجنود الفرنسيين بأنهم محاصرون داخل مصر، فبالتالي لم تستقر. تمام. أوضاع الحملة بمصر بعد دخول نابليون القاهرة. اتنين، بيقول لي كان موقعة أبو قير البحرية 1798 آثار اقتصادية سلبية على مصر؟ طبعا صح. طب ليه؟ لأنه توقفت حركة التجارة الخارجية بالنسبة لمصر، فبالتالي كده ليها آثار اقتصادية سلبية. تلاتة، بيقول لي أظهرت الحملة الفرنسية على مصر ضعف العثمانيين والمماليك في المجال العسكري؟ طبعا صح، لأن احنا عارفين من الدرس الأول مصر بين المماليك والعثمانيين إن المماليك كانوا بيستخدموا الفروسية، والعثمانيين برضو ما كانتش معدات حديثة، بينما إن الفرنسيين طبعا كانوا بيستخدموا المعدات والمدافع الحديثة. تمام. 11، بيقول لي استنتج السبب في كل مما يلي. خلو القاهرة من أي قوة للدفاع عنها ضد الحملة الفرنسية يوليو 1798 ميلادية؟ طبعا هنقول كده لأنه بعد انتصار الفرنسيين في معركة امبابة على المماليك فر مراد بيك إلى الصعيد، وفر إبراهيم بيك ومعه الوالي العثماني إلى الشام، فخلت القاهرة من أي قوة للدفاع عنها. تمام. دي من نتائج إيه؟ معركة امبابة.
بعد كده 2 بيقول لي استنتج السبب. كان للحملة الفرنسية أثر إيجابي في اتصال مصر حديثا بحضارتها القديمة. طبعا احنا عارفين ان من النتائج العلمية للحملة هو اكتشاف حجر رشيد، مما أدى إلى التعرف على التاريخ المصري القديم. فهنقول كده: لأن علماء الحملة الفرنسية اكتشفوا حجر رشيد عام 1799 ميلاديا، مما ترتب عليه التعرف على التاريخ المصري القديم، فبالتالي كان للحملة أثر إيجابي في اتصال مصر حديثا بحضارتها القديمة. تمام كده؟ أهو الإجابة هسيبها لكم شوية. بعد كده صفحة 168 بيقول لي: دلل تاريخيا على صحة كل عبارة مما يأتي. كانت التحالفات الدولية سببا في خروج نابليون من مصر مرتين. هنقول كده: في المرة الأولى عندما تحالفت إنجلترا مع روسيا والدولة العثمانية لإخراج الفرنسيين من مصر، فقرر نابليون الخروج للشام من مواجهة العثمانيين مارس 1799 ميلاديا. أما بالنسبة للمرة الثانية عندما تحالفت الدول الأوروبية ضد فرنسا، فقرر نابليون العودة إلى فرنسا سرا. تمام؟ دول المرتين. تمام؟ دول المرتين اللي التحالفات الدولية كانت سبب في خروج نابليون من مصر. بعد كده 2 بيقول لي: دلل. ظهرت الآثار السلبية للعزلة التي فرضها العثمانيون على مصر عند مواجهة الحملة الفرنسية. هنقول كده: حيث ظهرت الآثار السلبية عندما هزم المماليك في شبرخيت وإمبابة لاعتمادهم على الفروسية، بينما استخدم الفرنسيين المعدات الحديثة. حيث ظهرت الآثار السلبية عندما هزم المماليك في شبرخيت وإمبابة لاعتمادهم على الفروسية، بينما استخدم الفرنسيين المعدات الحديثة. كده 21 بيقول لي: قارن بين موقف نابليون من الأزهر الشريف عند دخول القاهرة يوليو 1798 وأثناء ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر 1798. هنقول كده: موقف نابليون من الأزهر عند دخول القاهرة يوليو 1798 قام بتأمين علماء ومشايخ الجامع الأزهر على الأرواح والأموال. أما بالنسبة لموقفه من الأزهر أثناء ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر 1798، دخل الفرنسيون الجامع الأزهر بخيولهم، مما أثار الشعور الديني لدى المصريين. 2 بيقول لي: قارن بين أسباب توقف التجارة الخارجية لمصر في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي وبعد مجيء الحملة الفرنسية عام 1798 ميلادية. هنقول كده: أسباب توقف التجارة الخارجية لمصر في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح الذي تحولت إليه التجارة بين الشرق والغرب بعيدا عن مصر. أما بالنسبة لأسباب تحول التجارة الخارجية بعد مجيء الحملة الفرنسية، هو حصار الأسطول الإنجليزي لشواطئ مصر الشمالية بعد معركة أبي قير البحرية. تمام؟ 22 بيقول لي: ما العلاقة بين معركة أبي قير البحرية واتفاقية العريش؟ هنقول الإجابة: حرمت الحملة من إمدادات فرنسا لها كنتيجة لموقعة أبي قير البحرية مع حرمت الحملة من إمدادات فرنسا لها كنتيجة لموقعة أبي قير البحرية مع تناقص أعداد جنود الحملة بمصر. اتجه كليبر لعقد اتفاقية العريش مع الدولة العثمانية، وكان من أهم شروطها خروج الحملة بجنودها من مصر عن نفقة الدولة العثمانية اللي هي اتفاقية العريش. بس طبعا هي فشلت بسبب تدخل بريطانيا ورغبتها لخروج الفرنسيين كأسرى حرب، فرفض كليبر طبعا فشلت اتفاقية العريش. بيقولي: من الخريطة المقابلة استنتج. 1 يشير رقم 4 إلى منطقة أخفق نابليون في إخضاعها بمصر، وهي حتى لو مش عارفين رقم 1 على الخريطة هي إيه، طبعا هي الصعيد، لأن احنا عارفين إن فشلت قوات الحملة في إخضاع أهالي الصعيد لأنهم اتبعوا حرب المناوشات والمعارك المتفرقة التي أنهكت قوة الفرنسيين نظرا لطول الوادي. 2 بيقول لي: يشير رقم نقط إلى مدينة أعدم نابليون جميع حمياتها، طبعا هي يافا، هي رقم 6.
3 يشير الرقم نقط إلى جزيرة استولى عليها نابليون لمراوغة الأسطول الإنجليزي. طبعا هي 1 وهي جزيرة مالطا، لمراوغة يعني لخداع الأسطول الإنجليزي. تمام. بعد كده صفحة 169 امتحان على الدرس الثاني، بيقول لي اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب. 1. لم يتحرك السلطان العثماني لمواجهة الحملة الفرنسية عند نزولها اسكندرية. طبعا صح، والدليل على كده ان اهل اسكندرية اللي هم الذي واجهوا الحملة بزعامة السيد محمد قريم حاكم المدينة. تمام. 2. بيقول لي ساهم اكتشاف الحملة الفرنسية لحجر رشيد في إظهار عظمة المصريين القدماء. طبعا صح. يقول لي كان لموقعة أبي قير البحرية في أغسطس 1798 أثر بعيد المدى على فشل الحملة الفرنسية على مصر. طبعا صح، لأن احنا عارفين إن من نتائجها محاصرة الأسطول الإنجليزي لشواطئ مصر الشمالية، مما أدى إلى طبعا القضاء على آمال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط، وحرمان الحملة في مصر من إمدادات فرنسا لها، وشعور الجنود الفرنسيين بأنهم محاصرون داخل مصر. تمام. بما تفسر أرسلت إنجلترا أسطولا حربيا إلى أبي قير في فبراير 1801 ميلاديا، طبعا لإخراج الحملة الفرنسية من مصر. ج. ما رأيك في موقف أهالي عكا من الحملة الفرنسية على الشام؟ هنقول كده تصرف صائب. استبسال أهالي عكا بقيادة أحمد باشا الجزار كان سبب في فشل دخول الحملة الفرنسية إلى المدينة. تمام. اختر الإجابة الصحيحة مما بين قوسين. أكثر الأسلحة التي اعتمد عليها المماليك خلال مقاومتهم للحملة الفرنسية سلاح المدفعية، الفرسان ولا البحرية ولا المشاة؟ طبعا هو الفرسان، وده كان من أسباب هزيمة المماليك. 2. جاءت الحملة البحرية العثمانية لطرد الحملة الفرنسية من مصر عن طريق جزيرة كريت ولا قبرص ولا مالطا طبعا ولا رودس؟ طبعا جزيرة رودس. 3. يعد إنشاء محاجر صحية بعدة مدن مصرية من إنجازات الحملة الفرنسية في المجال الاقتصادي، السياسي، الاجتماعي، الإداري. طبعا الاجتماعي. ب. بيقول لي ما النتائج التي ترتبت على مقاومة أبناء الصعيد للاحتلال الفرنسي؟ هنقول أدى إلى تعاظم الشعور الوطني ونمو الوعي القومي تجاه الاحتلال الفرنسي. 2. ما النتائج التي ترتبت على تحالف الدول الأوروبية ضد فرنسا بالنسبة للحملة الفرنسية على مصر؟ هنقول كده ترتب على ذلك مغادرة نابليون قائد الحملة الفرنسية على مصر سرا إلى فرنسا، تاركا أمر قيادة الحملة إلى نائبه كليبر. تمام. ترتب على ذلك مغادرة نابليون قائد الحملة الفرنسية على مصر سرا إلى فرنسا، تاركا أمر قيادة الحملة إلى نائبه كليبر. تمام. بعد كده 3. بيقول لي ما النتائج التي ترتبت على الحملة الفرنسية على مصر في مجال الصناعة؟ طبعا ترتب على ذلك إنشاء مصانع للنسيج وبعض الصناعات الدقيقة والدباغة وصناعة حروف الطباعة. تمام. بعد كده جيم بيقول لي دلل ساهمت بريطانيا في فشل الحملة الفرنسية على الشام. هنقول كده طبعا أكتر من مرة، حيث من أسباب فشل دخول نابليون إلى عكا مساعدة الأسطول البريطاني وإمداده لعكا بالمؤن والذخائر، وبالتالي فشلت الحملة الفرنسية على الشام. آخر سؤال معانا في الدرس ده بيقول لي ما مدى مصداقية العبارة التالية؟ تشابهت الدولة العثمانية مع الحملة الفرنسية في اهتمامها بالزراعة في مصر؟ طبعا العبارة غير صادقة، وهنبين ليه. حيث تدهورت الزراعة في العصر العثماني بسبب معاناة الفلاح من كثرة الضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية وإهمال الحكام لتنظيم أمور الري، بينما اهتمت الحملة الفرنسية بمشاريع الري وتنوع المحاصيل. وبكده نكون خلصنا مع بعض حل تدريبات الدرس الثاني بعنوان الحملة الفرنسية من كتاب الامتحان تالتة اعدادي ترم اول 2024. اللي عنده اي سؤال يكتب لي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليه. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وان شاء الله هنحل مع بعض برضو من الملخص اللي هو لكتاب الامتحانات والاجابات. تمام. هنحل تدريبات التقييم الشهري وامتحانات على الوحدات وامتحانات النهائية والمحافظات. بس ما تنسوش ان انتوا تدعمونا علشان نكمل، وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد.